مين فينا وهو صغير محلمش إنه يكتشف أو يخترع حاجة جديدة ياخد عليها جايزة نوبل؟ الجوائز العالمية حلم كبير وطريق الوصول ليها طويل كله جهد وتعب، وزي ما كتير بيتعبوا عشانها فأكيد اللي اتعملت باسمه وبيتقال لحد الآن هو برضه اجتهد جدا وشاف كتير في حياته. اللي بنتكلم عنه النهاردة عاش طفولة مأساوية من أمراض وفقر ومشاكل كتير في سن صغير، اتلقب بتاجر الموت وصائد الأرواح، وبالرغم من كده هو صاحب أشهر وأهم جايزة سلام عالمية. اخترع كم كبير من الديناميت والمتفجرات اللي مصيرها في نهاية حياته كان صادم جدا. كلامنا عن العالم ألفريد نوبل. يا ترى التحول الجذري في حياته كان نتيجة إيه؟ ويا ترى هو فعلا اتسبب في صيد أرواح ناس كتير عن عمد وجايزة السلام كانت تكفير عن أفعاله؟ فمن غير ما نطول عليكم يلا بينا نعرف أصل الحكاية. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. يوم 21 أكتوبر سنة 1833 اتولد ألفريد إيمانويل نوبل في ستوكهولم. كان الابن الرابع لأسرة فقيرة، لكن والده كان مهندس ومخترع وبنى كسور وأبنية كتيرة في السويد، ويمكن ده اللي أثر في شخصية وحياة نوبل. اتولد ألفريد نوبل بمجموعة من المشاكل الصحية اللي كانت ظاهرة عليه من البداية، زي شحوب الوجه والمرض الواضح عليه واللي كان متوقع أن يمكن يموت في أي يوم من أيامه الأولى. وبعد الكشف والفحوصات لقوا عنده مشاكل كبيرة في المعدة وصداع نصفي، وظهرت عليه أعراض الصرع زي التشنجات وغيرها. والد نوبل كان شخص مكافح جدا، فلما انهارت ظروفهم المادية وأعلنوا إفلاسهم، وبقى نوبل وإخواته ينزلوا الشوارع يبيعوا أعواد الكبريت عشان يساعدوا والدهم وأمهم فتحت دكان بقالة صغير. موقفش والد نوبل عاجز قصاد الكارثة اللي حلت عليهم، وبما إنه مهندس مخترع فبدأ يشتغل في صناعة أدوات الآلات والمتفجرات، بالإضافة لاختراعه الخشب الرقائقي اللي كان عبارة عن ألواح خشبية ملتصقة في بعضها بمواد لاصقة وليها أبعاد وميزتها إنها مقاومة للرطوبة. ده غير إنه طور من صناعته واشتغل على الصواريخ البحرية المعروفة بالتوربيدات في السفن والغواصات. ودوام الحال من المحال، بعد ما أعلنوا إفلاسهم حالتهم اتحسنت بشكل كبير جدا، ونقلوا سكنهم لسانت بطرسبرج، وده فتح له المجال لبيع معدات التفجير اللي من صنع إيده، وبقى له مشروعه الخاص اللي بيصدر منه الألغام والمتفجرات والبارود للجيش الروسي. وبما إن أغلب الآباء بيشتغلوا ويتعبوا عشان راحة ومستقبل ولادهم، فأول ما الوضع المادي استقر بعت ابنه ألفريد نوبل للمدارس الروسية ومنها للفرنسية. ألفريد كان ذكي وشاطر جدا وتعلم لغات كتير زي الإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية. في خلال رحلته الدراسية قابل ألفريد نوبل علماء أثروا في مسيرته، زي دراسته مع العالم الكيميائي البروفيسور نيكولاي زينن، وجمعته الظروف بالعالم سكانيو سوبرييرو، وده اللي اخترع مادة النيتروجليسرين واللي من خلالها ابتدى نوبل مشوار اختراعاته. وكمان اتعرف على الكيميائي جول بيلوز اللي ما كانش بعيد أبداً عن الاكتشافات والاختراعات الجديدة، وخاصة مادة النيتروجليسرين أو ثلاثي نترات الجليسرين، ودي كانت مادة زيتية سايلة ملهاش لون، حساسة جدا لأي تصادم أو ارتجاج، وده معناه إنها شديدة الانفجار. بيتم استخلاصها عن طريق تقطير الجليسرين على خليط من حمض الكبريتيك وحمض النيتريك بنسبة 3:1، والمادة دي كانت أساس مركب الديناميت. اكتشاف النيتروجليسرين عمل ضجة كبيرة ونقلة فريدة من نوعها في مجال الأسلحة والمتفجرات، لكن سوبرييرو كان عارف إن اختراعه ده سلاح ذو حدين، وإن المادة دي لو تم استغلالها بشكل خاطئ أو حتى النسب ما كانتش مظبوطة 100% هتكون العواقب وخيمة، وعشان كده رفض التجارة فيها. وبعد ما تم نوبل 18 سنة سافر لأمريكا يكمل دراسة الكيمياء هناك، واشتغل في شركة أريكسون. وبعد ما اكتسب خبرة كبيرة سواء من الدراسة أو الشغل، فبعد 5 سنين رجع روسيا واشتغل في مصنع والده، وابتدى يصنع المعدات العسكرية الحربية عشان التجهيز لحرب القرن. وفي نهاية الحرب أصدر القيصر ألكسندر الثاني قرار بحظر التعامل مع المصنع ده واستخدام معداته، عشان يبقى القرار ده تمهيد لإفلاس عائلة نوبل للمرة التانية. اضطروا يرجعوا تاني لبلدهم الأصلي السويد، وهناك قدر إيمانويل نوبل يقنع السلطات السويدية بالسماح ليه ومساعدته في تصنيع صاروخ بيتحرك بشكل ذاتي. كل الأحداث دي ما أثرتش في حب ألفريد نوبل للكيمياء والاختراع، وفضلت جواه رغبة كبيرة في الاستفادة من اللي اتعلمه عن مادة النيتروجليسرين، وابتدى يعمل تجارب فعلية عشان يستفيد منه.
وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ففي سنة 1864 وفي وقت تجربة من تجاربه على النيتروجليسرين تحصل كارثة وانفجار في المعمل، ونتيجة للي حصل يفقد ألفريد نوبل أخوه الصغير، ده غير عمال كتير راحوا ضحية للانفجار. الحكومة السويدية حظرت استخدام النيتروجليسرين في ستوكهولم بالكامل، بس من الواضح إن شغف التعلق بالمادة دي عند ألفريد نوبل خلاه يمشي ورا حلمه مهما كانت العواقب، وعشان كده عمل لنفسه معمل صغير على مركب في بحيرة ميرلين. نوبل ما كانتش ليه أغراض خبيثة، الغرض من أبحاثه وتجاربه إنه يوصل بالمادة دي لبر الأمان فيصنع منها متفجرات لكن تبقى سهلة وآمنة في استخدامها. فضلت التجارب والأبحاث مستمرة لحد ما قدر سنة 1867 يحصل على أول براءة اختراع في حياته بعد اختراعه للديناميت، وده بعد ما اكتشف إن النيتروجليسرين لو اتخلط بمادة مصة وخاملة بيبقى آمن جدا في الاستخدام. تم استخدام الديناميت في المناجم وكانت ليه نتائج مبهرة، وفضل نوبل مستمر في تجاربه على نفس المادة، ولما مزج النيتروجليسرين مع مادة النيتروسيليلوز حصل على مركب لزج وهلامي سماه جيليجنايت. المركب ده تأثيره وتدميره يفوق الديناميت بمراحل، وعشان كده حصل على براءة الاختراع التانية سنة 1876. وما اكتفاش نوبل باللي وصله وسعى للأكتر لحد ما اخترع مادة الباليستايت سنة 1887، وكان في كل مرة اختراع بيضيف مادة جديدة على المواد السابقة، وفي الباليستايت كانت مادة الكافور هي الزيادة الجديدة، وطبعا كانت أشد في الانفجار والتدمير من اختراعاته التانية، وما زالت المادة دي بتستخدم كمادة متفجرة لحد وقتنا الحالي في الصواريخ، وبكده يكون سجل البراءة الثالثة لاختراعاته. كل الجوائز والاختراعات دي كانت مصدر دخل وربح كبير على ألفريد نوبل اللي بقى رجل أعمال ومخترع مشهور، ووصلت مجمل براءات اختراعاته لأكثر من 300 براءة اختراع. بدأ نوبل يوسع دايرة انتشار علمه وتجاربه وعمل مصانع ومختبرات في أكثر من 20 دولة. وفي يوم من أيام سنة 1888 يصحى نوبل على خبر موت أخوه، لكن يحصل خطأ كبير في الصحافة والجرايد ويخلطوا بين اسمه واسم أخوه، وينتشر اسم ألفريد تحت عنوان النعي وبلقب تاجر الموت. اتعرف نوبل باللقب ده واتوصف بأنه صائد للأرواح، وده على اعتبار أن اختراعاته كانت سبب في التدمير الشامل وكتر الحروب. ده مخترع الديناميت، وطبيعي أن أخبار زي دي تسبب حزن شديد لنوبل اللي ما كانش حاطط في حساباته أن دي نظرة الناس ليه، ولا أن اختراعاته اللي ضيع عمره عليها تبقى وبال عليه بعد ما يموت. نوبل خد قرار على نفسه وأعلنه للكل، وهو أنه هيخصص مبلغ كبير جدا من ثروته وممتلكاته اللي بتشكل دلوقتي حوالي 265 مليون دولار، وده عشان يدعم بيه العلماء والمخترعين والأدباء. ويجي خبر الوفاة الحقيقي بسكتة قلبية لألفريد نوبل سنة 1896، وكان سايب وصية مكتوب فيها إن كل ثروته تروح لجائزة نوبل كجائزة للسلام، خصوصاً إنه ما اتجوزش طول ال 63 سنة اللي عاشهم، وبالتالي ما كانش ليه أي وريث شرعي. واتخصصت لجنة وضعت شروط لجائزة نوبل، وكان من أهم بنودها إنها تكون اللي بيساعدوا بلادهم إنها تتخلص وتتجرد من الأسلحة. ورغم إن وصية نوبل ما زالت بتتنفذ لحد الآن، لكن للأسف ما تمش استخدامها بالشكل الصحيح مع الكل، وراحت الجائزة لشخصيات متهمين بأنهم مجرمين حروب زي رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز اللي ارتكب الكثير من المجازر والعنف في حق المسلمين والعرب ككل. كمان حصلت عليها أونغ سان سوتشي، ودي كانت مستشار دولة ميانمار المتهمة في قتل مسلمي الروهينجا. نقدر نقول إن نوبل رغم محاولته لتصحيح خطأه والتبرع بكامل ثروته للتشجيع على السلم والسلام، إلا إن المسؤولين عن تسليم الجائزة ضيعوا الأمانة وخالفوا الوصية. والاستغلال المريب ده للجائزة لغير المستحقين يخلينا نسأل، هل هتكون الجائزة وبال آخر على نوبل حتى بعد ما ماتوا؟ وهل هيستمر مسلسل إهدارها وقلب مفاهيم السلام والإنسانية؟ كالعادة مستنين أراكم في التعليقات. وبس كده يا سيدي، كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.